السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في قناة كود مايند. احنا كده الحمد لله ده الفيديو الثالث لينا في السلسلة بتاعتنا، ولو انت محتاج تعرف تفاصيل أكتر عن الرود ماب اللي احنا شغالين بيها تقدر تشوف الفيديو بتاع الرود ماب موجود في أول السلسلة. أما بقى النهاردة إن شاء الله هنشرح المتغيرات وهنراجع على بعض المفاهيم اللي خدناها في الفيديو اللي فات سريعا. يلا بينا نبدأ عشان ما اطولش عليك. الخريطة اللي هنمشي عليها النهارده إن شاء الله هي هتكون كالآتي: هنمر بسرعة على الماشين لانجويج، بعد كده الفيتشر بتاعت أي لغة ودي احنا شرحناها، بعد كده تصنيف اللغات، بعد كده الاساليب البرمجيه، بعد كده هنبدا نتعرف الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها في بايثون ان شاء الله، ونبدا نعرف اول مفهوم في بايثون وهو الفاريبلز او المتغيرات. وخلينا ندخل في اول قسم، هو ازاي الكمبيوتر بيفهم اي كود بيتكتب. لازم الاول نسد الفجوه بين التفكير المنطقي بتاعنا كبشر وبين طريقه عمل الهاردوير الفعلي. طيب النقطه الاهم هنا هي ايه اصلا البروجرامينج لانجويج، وده احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، تقدر تبص عليه بس هنشرحه سريعا كده. احنا لو ركزنا على المفهوم الاساسي لاي لغه هنلاقي انها بتشتغل اكنها مترجم دقيق. دورها ببساطه انها تاخد الافكار بتاعتنا وتحولها لبرامج وافعال يقدر الكمبيوتر ينفذها بشكل مباشر ومن غير اي تجويد منه. وزي ما هو واضح قدامك التطور المذهل ده، احنا بنشوف القفزه الضخمه من الماشين كود القديم جدا واللي كان معقد بطريقه صعبه، اللي هو كان كله عبارة عن أصفار ووحايد وبيتعامل مع الهاردوير مباشرة، وصولا للهاي ليفل اللي احنا بنستخدمها دلوقتي المريحة جدا والبلاتفورم اندبندنت اللي بنستخدمها النهاردة بكل سهولة. ده حرفيا نقلة نوعية في البرمجة، غيرت شكل البرمجة خالص وصولا للطريقة اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي. وفي القسم بتاع الفيتشر بتاع لغة البرمجة، احنا هنا بعد ما بنختار اللغة اللي احنا بنشتغل بيها، واحنا ان شاء الله هنشتغل ببايثون، ضروري جدا نفهم المكونات الأساسية اللي بتخلي أي لغة تشتغل. تعتبرها كده زي قطع البازل بتتجمع عشان تبني لك صورة كاملة. وأي لغة برمجة بتعتمد على الأدوات اللي قدامك دي، ودي برضو شرحناها في الفيديو اللي فات بالتفصيل، تقدر برضو تبص عليها. الموضوع بيبدأ من السينتاكس أو زي ما بنقول قواعد الكتابة، بعد كده بنخش على الداتا تايب، نبدأ نشوف كل نوع بيانات، بعد كده نخش على الفاريبلز وازاي بنخزن البيانات دي اصلا، وصولا للاوبريتورز اللي هي العمليات المنطقية اللي احنا ازاي نجمع او نطرح او نعمل عمليات كبيرة، لحد ما بنوصل لللايبريز والفريم ورك، ودي اللي بتوفر علينا وقت ومجهود كبير جدا في بناء السوفت وير. ودلوقتي جينا القسم الثالث. اللغات دي بتتصنف بشكل عام حسب المنهج والطريقة اللي بنستخدمها لحل مشاكل السوفت وير. يعني بيكون عندك لغات بتركز على المطلوب بس زي السيكوال، ودي بتسمى الديكلاريتيف لانجويج، وبيكون عندك لغات مخصصة زي الدومين سبيسيفيك لانجويج، وبيكون عندك لغات السكريبتنج والاوبجكت اورينتد، ودي احنا الحمد لله شرحناها برضو في الفيديو اللي فات. ندخل بقى في القسم الرابع وهو الاساليب البرمجيه او البارادايم. والبارادايم ده جواه تصنيف شامل للطريقه اللي بتشتغل بيها اي لغه. الهاي ليفل بتستخدم اساليب معماريه محدده بنسميها البارادايم، ودي اللي بتحدد شكل وتنظيم الكود بالكامل. بنلاقي مثلا ان لغه زي السي بتستخدم البروديوسيال، ودي بتركز على حل المشكله بشكل خطوه خطوه. بعد كده مثلا عندك الجافا فهي بتعتمد على الاوبجكت اورينتد، وطبعا اغلب اللغات دلوقتي بتعتمد على الاوبجكت اورينتد. بعد كده عندك الفانكشنال، ودي هي ما بتغيرش في البيانات بتاعتها. وعندك مثلا السكريبتنج اللي هي زي الجافا سكريبت والبايثون. والجميل بقى ان لغه زي بايثون بتجمع بين المرونه الرهيبه بين الاوبجكت اورينتد والسكريبتنج في البارادايم بتاعها. عشان كده بايثون هي بقت قويه جدا وذكيه بطريقه، وتقريبا هي داخله في اغلب المجالات. وصلنا بقى عند القسم الخامس وهو بايثون فاونديشن، وان شاء الله احنا هنشتغل من كتاب بايثون كراش كورس. لغه بايثون بتعتبر أداة ممتازة جدا وأساسية لأي حد بيبدأ يتعلم برمجة. السبب ببساطة يرجع لأن الكود بتاعها اللي بيتميز إنه مقروء جدا وسهل ومنظم، بالإضافة لوجودها في أغلب المشاريع الضخمة دلوقتي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير الويب. ودي الأساسيات اللي إن شاء الله هناخدها ببايثون. هنبدأ إن شاء الله من أول تخزين الداتا اللي هي الفاريبلز، مرورا بالكونديشن واللوبس والسيمبل موديلز والفانكشن، لحد ما هنوصل للاير هاندل. وكده ان شاء الله هيكون بقى عندنا اساس قوي نقدر نبني عليه باقي الكورس بتاعنا. وصلنا بقى للقسم السادس والاخير
النهارده. خلينا بقى ننزل على ارض الواقع ونبدا نطبق المفاهيم دي ونبص على اول سطر كود لينا. وهنبدا اول مفهوم نتعرض له هو الفاريبلز. هو مكان محفوظ جوه الميموري نقدر نتخيله كده اكنه صندوق، بس صندوق تفاعلي اقدر اديله اسم وانادي عليه. كمان اقدر اخزن جواه انواع كتير من الداتا، نصوص، ارقام، بوليان، وهو بيفضل محتفظ بيها لحد ما البرنامج يحتاجها ويستدعيها وقت التشغيل. زي ما احنا شايفين في الكود ده ازاي انا قدرت اخزن سترينج جوه كلمه مسج. لو انا جيت هطبع جمله هلو بايثون وورلد مش هطبع الجمله ذات نفسها. ليه؟ لان انا مخزنها في كلمه مسج. فانا لما جيت طبعت كتبت برنت مسج، وده هيكون الاوتبوت. طبع لك فعلا هلو بايثون وورلد. ودي بعض العمليات تقدر تعملها على الفاريبلز. تقدر تجمع ما بين 2 فاريبلز، تقدر تطبع اكتر من فاريبلز في سطر واحد. فاحنا هنا لو جينا نشوف التعريف بتاع الفاريبلز فهو بيقول لك named location in memory that store a value. يعني انا بدي اسم لقيمه في الميموري عشان لما احتاجها اقدر انادي عليها. بس في حاجه احنا ما قلناهاش، هو النيمينج اند يوزنج فاريبل، اللي هو ازاي تسمي الفاريبلز. اول حاجه ان الفاريبلز ممكن يحتوي على حروف او ارقام او اندرسكور، بس ما ينفعش تبدا غير بحروف او اندرسكور. ما ينفعش ابدا برقم، كمان ما ينفعش ابدا بالرموز زي مثلا السيمي كولون. ورابع حاجه انك ما ينفعش تستخدم كلمات محجوزه ببايثون، يعني مثلا كلمه برنت احنا استخدمناها هنا في الطباعه، فما ينفعش اسمي فاريبلز باسم برنت لان هو كده هيبقى عنده اختلاط، لان دي كي ووردز من بتاعه بايثون. بعد كده الكتاب بيقول لك لما تيجي تسمي خلي الاسماء بتاعتك كلير، تكون واضحه ومفهومه. مثلا ما ينفعش تيجي تسمي لي اس ان اللي هو يكون قصدك ستودنت نيم، تختصر مثلا انت تسميها اس ان. الافضل انك تسميها فعليا ستودنت نيم. كمان يفضل ان انت تحاول لما تستخدم حرف ال او الاو تبقى واخد بالك. لو هتستخدم ال تعمله لور كيس اللي هو يكون سمول، ولو هتستخدم الاو اعملها ابر كيس عشان خاطر هما بيكونوا شبه الواحد والزيرو. بعد كده عندنا حاجه اسمها الميني فاليوز تو مالتيبلاي فاريبلز، يعني ان انا اقدر اعرف اكتر من فاريبلز في سطر واحد. يعني اول مثال ده عندك اكس واي زد، اورنج، بنانا، تشيري. لو جيت طبع برنت اكس برنت واي برنت زد هو اوريدي هيبقى عارف ان الاكس هي اورنج والواي هي بنانا والتشيري هي زد على حسب ترتيب الفاريبلز اللي انت مرتبها. كمان ان انا هقدر اقول له اكس بتساوي واي بتساوي زد تساوي اورنج. كده التلاتة لو انت طبعت هيطلع لك في التلاتة اورنج. وكده الحمد لله الفيديو بتاعنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، ولو في حاجه ضايقتك ما تنساش تكتب لنا في الكومنت عشان ان شاء الله نعدل منها في الفيديوهات الجايه.